عايزك تتخيل انك تموت والناس توديك المشرحة ويتحط اسمك في شهادة وفاة وبعدين تقوم من الموت تاني. ومش غلطة طب ولا حاجة مثلا نقول مرة ولا حتى اتنين ولا حتى تلاتة، ده واحد مات ورجع من الموت 6 مرات. ده اللي حصل للمواطن التنزاني اسماعيل عزيزي. اول مره هو شغال في موقع بناء، وقع عليه حديد وتعرض لاصابه مميته. الدكتور بتاع الموقع كشفوا عليه وقالوا مات، وغطوا وشه وودوه المشرحه واعلنوا وفاته. لكن فجاه قام ومشي على رجليه. المره الثانيه اصيب بملاريا شديده، اعلنوا وفاته للمره الثانيه. جوه النعش قبل ما يدفنوه عينيه فتحت وصحي تاني. الجنازه بتاعته اتحولت لرعب. المره الثالثه عربيه جايه باقصى سرعه وقامت مطيرات، ودوه المستشفى ويعلنوا وفاته ويطلعوا له شهاده وفاه رسميه. المره الرابعه عبان سام لدغه. الدكاتره لما كشفوا عليه اعلنوا وفاته وان السم كان مميت. اتحط في الثلاجه لمده 3 ايام. راحت تستلم الجثه لقوه خارج على رجليه. المره الخامسه وقع في حفره صرف صحي عميقه جدا. كل الناس اكدت مليون في الميه هو مات، بس رجع وكأن صفحته لسه ما اتقفلتش. المره الاخيره والموجعه جيرانه بدين ان هو يعيش معاهم، قرروا ان هم يولعوا في البيت وهو جواه، وقد كان. وفجأة والبيت بيولع لقوه خارج من البيت حي، يا دوب هدومه بس هي اللي مدفعه. طبعا كل الناس خافت منه، اهله سابوه لوحده. قرر وقتها ان هو يمشي من مكانه، وراح في مكان بعيد عن البشر، يزرع ارض بقى ياكل ويشرب منها، وعايش لوحده لغايه وقتنا هذا حي يرزق. قال لك ان كل مره اموت وارجع تاني للحياه احس بحاجه متغيره في جسمي. لغايه دلوقتي انا ما اعرفش ايه سبب بقائي على قيد الحياه.